تزوجت واحد البنت من بعد واحد العلاقه اللي دامت اكثر من 8 سنين وانا معاها، اكثر من 8 سنين وانا معاها. الحب والغرام وما خلينا ما درنا، وسافرنا بلا خبر دارهم ودارت راسها راه خارجه مع المدرسه، وبا جاتي تيقلب المدرسه بلقى بصح راه كاينه هذيك الخرجه، وصدقت انا غادي بلا خبارهم وتلاقينا تما. المهم درت واحد الروينه غير باش نتلاقى. كانت بيناتنا واحد الروح ديال المغامره وواحد الحب اللي زعما قوي 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 بزاف. وهذه غير وحده من الوحدات، يعني كنديروا شي حوايج خارقين للعاده باش اننا نتشافوا ولا اننا نهضروا ولا اننا نتواصلوا. كنا ما كنقدروش ندوزو نهار واحد بلا ما نقرا ولا نقرا شي ميساج ديالها ولا تعيط ليا ولا نعيط لها. ما يمكنش لدرجه ان في ذاك اللحظه اللي ما كانوش عندنا الفلوس كنت كندير درهم تلصقها في الخيط، تمشي للتيليبوتيك تنبقى شاد معاه النهار كامل بهذاك الدرهم. طلع هبط ونبدا نهضر. الله يسمح لي من دوك، الله يسمح لي من اتصالات المغرب، والله يسمح لي من داك التيليبوتيك. ايوا سيدي شنقول لك، يعني داز الوقت، سهل عليا سيدي ربي في واحد الخدمه كنشد فيها واحد الصالير محترم. وهاد المده كامله انا كنعرف هاد البنت هادي ما تعطاتنيش ولو فرصه وحده نعرف باللي راه عندها واحد المشكل. ما تعطاتنيش فرصه وحده، حيت اصلا هي ما كانتش كتخليني انني نقرب ليها ولا نفوت مع الحدود. ما عمرها سمحت لي بهذا الشيء هذا. واخا دوزنا الحرب مع بعضياتنا، وبعض المرات تنكونوا بوحدنا الراس في الراس وتنزعم نفكر ندير معها شي حاجه كتقول لي والو حبس، ما كتخلينيش، يعني ساده عليا داك الباب. وانا ولفت هذاك النقطه مع هذاك الحدود مع احترمتهم وولفتهم، حيت كنت كنبغيها اصلا. كنت كنبغيها واحد الحب كبير، وواحد الانسان اللي كنتي ما كتخافش شي نهار راه غتخونك ولا غتكذب عليك ولا صافي. وصلنا لواحد النيفو ديال الثقه اللي كبير 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 وعالي بزاف. هو سيدي ملي استقريت في هذيك الخدمه ولا عندي صالير محترم ولا عندي كذا، فرحات وكان خبر هائل بالنسبه ليها، وعجبنا الحال وولينا تنشوفوا راسنا كنقربوا للحلم ديالنا، وبزاف بزاف ديال الحوايج كنقربوا ليهم. درنا العرس. شنقول لك، كريت واحد الدار فرشتها، وشحال من مره عرضت عليها باش تجي عندي تشوف الفراش ما كتبغيش، وهذا الشيء اللي كيزيد يخليني نحماق عليها. وحنا مخطوبين وغنتزوجوا وعارفه الثقه اللي بيناتنا. شحال من مره قلت لها اجي شوفي غير دا كتقول لك صور ليا وصيفط ليا نشوف. ما غنجيش معاك داك الدار، جيت معاك راه الشيطان دري وهادي وغنوليو كذا، وربي يقدر ما يسهلش في هاد الزويجه هادي. تنقول لها صافي هو عليه السلام، حنا قرابين نتزوجوا، نفرقعوا هاد الرمانه هادي. حيت انا كنت سنوات وانا كنبغيها، وما عمر زعما جا شي لقطه كنت متحمس لذاك الحياه الزوجيه معها باش نكونوا متفقين راه عيبنا واحد وهذا ماشي عيب، هذا واحد الرغبه كديرها حلالا طيبه. ايوا سيدي تزوجنا، كلشي داز مزيان، كلشي بخير. فاتت هذيك الليله كلشي داز فيها مزيان. كان بعد هذيك الليله راه شنقول لكم، يعني راه واحد الانجاز بالنسبه لي. سنوات وانا كنتسنى هذيك الليله وما بغيتش ننعس الليل كامل وانا نقلب وانا هادي وانا نسول وانا نتحرك، وانا ديك الليله ما بغيتهاش تسالي. هي راك عارفهم ديك اول ليله ليها، يعني راه ما تبقاش شاد مع الليل كامل، خصك غير تقوم بالعمليه ديالك اللي معروفه في هذيك الليله صافي، وتمشي تنعس في حالات. حتى من بعد انا لا، بقوه ديك الحرقه ديالي بقيت داك الليل كامل صافي. تدارت فيا هي قالت لي راه خصنا نعسو، راه عييت انا، راه هادي صافي. ميكت عليها، فهمتها واحترمتها في هذيك اللقطه هذيك. صافي نعسنا مشينا كملنا حياتنا عاديه كازواج جداد. الايامات الاولين راكم عارفين كتخرج بالدور، باقا السيده جديده على الدار، يعني تتولف المحيط شي شويه وهكا وهكا. يعني الايام الاولى ايام الباكور، يعني راه كتاكل برا بيتزا، كل هاديه، خذ هاد الصالاد، خذ هادي، ترجع للدار غير باش تنعس. ايوا سيدي صافي انا رجعت في حالتي الخدمه صافي، ولات مرا ديال الدار، وليت انا راجل ديال الدار. اخيرا اصبحت زوج، وليت تنجي من الخدمه. ويعني بدك السنوات كامله اللي حرمتني منها وليت كنجي من الخدمه، خصني ضروري ولا بد انني عندي واحد الرغبه لداخل انني نكون مع مرتي، حاجه اللي حلالا طيبه، والله والملائكه وكل شيء راضي عليك وكل شيء فرحان حيت كدير داك الشيء حلالا طيبه بواحد العقل. توالت الايام ولات ما كتبغيش، ولات كترفض. مالك علاش؟ شنو عندك؟ كتقول لك راه عيانه، راه كلشي كضرني، والله ما عرفتش واقع ليا، وراه عيانه شي شويه، راه من الصباح وانا كنجمع في الدار وغسلت هادي، وكل مره كتجبد ليا عذر في شكل، يعني ولات من بشكل يومي
ولينا مره في السيمانه. شوف انا ما عجبنيش الحال، لان تنقول لها شوفي سنوات وانا كنحاول وما خليتينيش، وبقيت معاك وتزوجنا ودابا انت حلالي، وماشي راه جاتني ماشي من الطبيعي فين ما نجي تلقاي لي شي عذر ولا تقول لي حق انا مريضه، لا حق انا عيانه، لا حق هادي. قلت هادشي راه ماشي نورمال. كونها كانت فيك مازال العاده الشهريه ديالك نتفاهم معاك، ولكن راه طولتي بزاف. قلت لي غير صبر عليا، وراه حسيت براسي بحال جاني شي اكتئاب ولا شي حاجه وهكا، وغير حاول تفهمني، حاول كذا. راكم عارفين ملي كتكون كتبغي واحد الانسان وتزوجتي به عن حب، وشتا انا في ديك الحاله بقات فيا ضرني خاطري. قلت لها شنو عندك؟ بديت تنسول ياك لاباس ياك. انا حيت الراجل العقل ديالو مونو، يعني كيفكر في اتجاه واحد، ماشي بحال العيالات تدير بليزيور طاش. انا تنقول لها بكل براءه، تنقول لها ودابا انت دوزت معك سنوات وهادي، وانا اللي بقيت معاك، وانا اللي تزوجت بك، ياك الوعود ديالي كلهم وفيتهم معاك، وحنا في دارنا حلالا طيبه. عييت ما نقول لك يلاه معايا ديري ثقي فيا، ما بغيتيش واحترمتك، وجيتي دابا هي كتخليني بحال هكا. انا راه ما نقدرش، راه خصني نجي، انا راه عندي داكشي زايد، راه خصني نجي نحس بك، نجلس معاك شويه نهضروا هادي. ملي تجي الوقيته راه خصنا نوضوا نديروا شغلنا. بدات عليا لا وخصك تفهمني، وبلاتي غير صبر عليا شي شويه، ودابا حنا راه مجوجين ومازال هي مطوله طويله، وصافي ميكت وليت كنميك. صافي واخا داك العافيه كتزيد تشعل فيا وتتحرك فيا من الداخل كنميك. ولات بعض المرات تجي تتخفف عليا شي شويه، ولكن كنحس بالبرود ديالها، وليت تنحس بالبرود في المعامله ديالها. اش طرا لهاد السيده هادي؟ اشنو عندها؟ واش انا سنوات وانا كنتسنى، وملي تزوجنا عاد ولات ليا بهاد الاعذار هادو تالين؟ يعني راه توالاو الاشهر وهي نفس التصرف تالي. وماشي راه جاتني ماشي من الطبيعي فين ما نجي تلقاي لي شي عذر ولا تقول لي حق انا مريضه، لا حق انا عيانه، لا حق هادي. قلت لها هادشي راه ماشي نورمال. كونها كانت فيك مازال العاده الشهريه ديالك نتفاهم معاك، ولكن راه طولتي بزاف. قلت لي غير صبر عليا، وراه حسيت براسي بحال جاني شي اكتئاب ولا شي حاجه وهكا، وغير حاول تفهمني، حاول كذا. راكم عارفين ملي كتكون كتبغي واحد الانسان وتزوجتي به عن حب، وشتا انا في ديك الحاله بقات فيا ضرني خاطري. قلت لها شنو عندك؟ بديت تنسول ياك لاباس ياك. انا حيت الراجل العقل ديالو مونو، يعني كيفكر في اتجاه واحد، ماشي بحال العيالات تدير بليزيور طاش. انا تنقول لها بكل براءه، تنقول لها ودابا انت دوزت معك سنوات وهادي، وانا اللي بقيت معاك، وانا اللي تزوجت بك، ياك الوعود ديالي كلهم وفيتهم معاك، وحنا في دارنا حلالا طيبه. عييت ما نقول لك يلاه معايا ديري ثقي فيا، ما بغيتيش واحترمتك، وجيتي دابا هي كتخليني بحال هكا. انا راه ما نقدرش، راه خصني نجي، انا راه عندي داكشي زايد، راه خصني نجي نحس بك، نجلس معاك شويه نهضروا هادي. ملي تجي الوقيته راه خصنا نوضوا نديروا شغلنا. بدات عليا لا وخصك تفهمني، وبلاتي غير صبر عليا شي شويه، ودابا حنا راه مجوجين ومازال هي مطوله طويله، وصافي ميكت وليت كنميك. صافي واخا داك العافيه كتزيد تشعل فيا وتتحرك فيا من الداخل كنميك. ولات بعض المرات تجي تتخفف عليا شي شويه، ولكن كنحس بالبرود ديالها، وليت تنحس بالبرود في المعامله ديالها. اش طرا لهاد السيده هادي؟ اشنو عندها؟ واش انا سنوات وانا كنتسنى، وملي تزوجنا عاد ولات ليا بهاد الاعذار هادو تالين؟ يعني راه توالاو الاشهر وهي نفس التصرف. حتى لواحد النهار كان عندها واحد المشكل في التليفون، قالت لي راه واحد التطبيق بغيتو، راه بغيت نانستاليه في التليفون، ما بغيتش تانستالا ليا، وهادي تندخل البلاي ستوري ما كنلقاش، وهادي قلت لها شنو سميتو؟ قلت لها انا نصايبو لك بواحد الطريقه اخرى. هذاك التطبيق كاين ديال الموسيقى، تتسمع الموسيقى بحال داك السيت اللي كان music.com ولا شي حاجه بحال هكا، تيعطيك موسيقى كتصنت ليها. ما كانش ديك الساعات بحال هادشي اللي عندنا سبوتيفاي ولا هاد انغامي ولا هادشي هذا، ما كانش. يعني كان واحد التطبيق هو اللي كيعطيك تموسق. بقيت انا شديت التليفون ديالها، بديت تنقلب في داك الانترنت. انا طلعت، راك عارف ملي كتبغي تقلب على شي سيت في الانترنت كيطلعوا لك داك لي سيت اللي انت دخلتي لهم قبل. بحال دابا مثلا دخلتي لجوجل وكتبتي جي هي الاولى كطلع لك جوجل. انا داك السيت اللي الريشيرش اللي غندير مع بريك هو يطلع ليا واحد الموقع اباحي. بقى بان لي هذاك الموقع، شفتو. هي كانت ديك الساعه عطاتني التليفون وما عرفت فين مشات الكوزينه ولا ما نعرف. انا بقيت كنشوف داك الموقع، قلت حبس ما نزربش بلاتي،
يقدر هذا الشيء هذا كان قديم ولا كذا. زدت تعمقت البحث في داك ليستوريك، في داك الارشيف ديال السيت، تلقى بلي دخلت لي غير البارح. يعني البارح وكنقلب تنشوف السيمانه اللي قبل والسيمانه اللي قبل والسيمانه اللي قبل، يعني عندها بالتداوم. والوقت اللي كتدخل ليه يعني كيكون الوقت قبل ما نجي انا من الخدمه. المهم قلت انايا خلي بلاتي، خلي انا نقدر نكون انا غلط، نقدر نكون انا غلط، ولا هادشي هذا كان مسجل في التليفون ولا شي. المهم شي تخربيقه ماشي حتى اللي هي تعصبت وبقى فيا الحال. شحال من واحد يقول لك والله كل لقيت انا والله تندير ليها، والله تنفعل ليها، والله تندرك ليها، والله كل لقيت انا داك الشيء تنصيفط لضربها تنصيفط. لا لا خويا شوف، خلينا من التخربيقه هادي. انا هاد السيده تزوجت بها عن حب، يعني كنبغيها وما خانتني ما والو. يعني داك الموقع خايب وما خصهاش تدخل ليه وما خصهاش دير ليه، ولكن انا كنبغي هاد البنت هادي، كنبغيها عن ماشي غنحب. راه بزاف هاد السيده هادي، وما حيت انا عارف لا جيت قلت لها شوفي اش كتلقاي كدا، غتلقى لي شي سبه، غتلقى لي شي سبه ولا شي عذر ولا هادي، وغتزرب عليا بالزربه وصافي وغنساو الموضوع بلا ما نحلوه. قلت حباس ديكا، انستاليت لها الموسيقى، انستاليت لها ديك اللعبه، حيت انا شكيت في دماغي شنو كدير. حيت ما يمكنش تدخل تما متعه تفرج تستكشف ولا تعرف ولا. هنا شكيت باللي السيده كدير العاده السريه. هنا دخلت لي لدماغي اللي ترجع سينتا علاش وما قالتش ليا، وعلاش ما دارتش ليا، وها علاش كانت كتقول لي لا بلاتي راني عيانه، راني هادي. قلت حبس. شحال من واحد دابا يقول لك وانتم دماغكم راه العلاقه الزوجيه راه ما فيهاش غير داك الشيء، وراه العلاقه الزوجيه فيها بزاف ديال الحوايج. العلاقه الزوجيه راه بزاف ديال الشقوق وما عرفتش كيقولوا لهم كاع، بزاف ديال الخيوط. والشق المهم هي العلاقه الحميميه، حيت كتوطد فيها الحب والامان. وما كنهضرش انا على العلاقه اللي كتكون متقربه بزاف كتفوت على الحد ديالها، حنا كنهضروا في اطار الحد المعقول. هذيك الا كنتي مخاصم مع مرتك وتصالحتوا وكديروا هذيك العلاقه، كتزيد توطد العلاقه بيناتكم، كتولي واحد الحميميه في العلاقه ديالكم، كيولي واحد الاحترام، واحد الاحساس بالامان. الا تم هذيك العمليه تمت في واحد الظروف زوينه وماشي عدوانيه ومخربقه وفيها السلطه وفيها. المهم بلا ما ندخلوا بزاف في التفاصيل، انا ملي قريت داكشي خليت لها تليفون، عيطت لها قلت لها انستاليت لك لابليكاسيون، ها هي دخلي شوفيها. قاداتها وليت سامر عليها، بغيت نعرف الوقت اللي كتبدا فيه هذيك العمليه ديالها. ايوا سيدي، واحد النهار خديت ديبار من الخدمه غنخرج قبل الوقت وما علمتهاش وجيت، قلت غنشدها زعما على غفله، على حساب داك التوقيت اللي علمتهاش وجيت، قلت غنشدها زعما على غفله، على حساب داك التوقيت اللي كتدخل ليه في ديك المواقع. جيت فعلا كنلقاها في الدار، ما كاين والو، ما كدير حتى شي حاجه، طرونكيل جالسه، ما كاين حتى شي مشكل. زدت انايا من هذا الشيء هذا اللي انا خصني نشدها متلبسه باش نتاكد من داك الشيء اللي انا فكرت فيه. حتى لواحد النهار درت راسي راني نعست وفي غرق الناس وما كنسمع والو، وهي ناعسه حدايا وفي غرق الناس حتى هي، وصافي بقينا ناعسين حتى لواحد الشويه. شنقول لك يعني مور الفجر بواحد الشويه. انا كنت كنوض يوميا، كنوض مع 8 باش 10 كتلقاني في خدمتي، مع 8 كنوض، الريفي عندي مع 8 يوميا. هي عارفه هاد القضيه هادي من غير الويكاند. ايوا سيدي، ناضت فات الفجر شي شويه، انا سمعتو اذن وداير راسي وتندير راسي كنمتق وداير راسي كنحلم وهادي وتنتقلب وناعس وما كاينش هنا. ناضت هي حيدات الغطاء وقاصتني بحال هكايا، واش غنوض ولا ما غنوضش. بانت ليها ما تحركتش، شعلت لي الضو في عينيا بداك الطورش بداك البيل، بقيت كنديرها تنتغطى وناعس بحال تاكدات انني في غرق النعاس. ناضت ومشات سدات عليا بيت النعاس ومشات للبيت ديال الكلاس اللي كان بعيد على بيت النعاس. مشات لبيت الكلاس، بقيت انا سامر عليها كنتصنت لداك الشيء اللي كدير، وتنسمع الانين ديالها، كنسمع داك الانين، داك الحركات وداك الشيء كنسمعهم، حيت هي عارفاني ملي كنعس انا ما كنعاودش نوض، تنطيح حتى كنوض لغد الليل، ما كنوضش انا بالليل، ما كنوضش نهائيا، كنطيح كوما. ايوا سيدي، سمعت داك الانين، حاولت باش نحل الباب بواحد السلاسه، حليت الباب بواحد السلاسه، تميت خارج بشويه توصلت لعند البيت.
مع دخلت للبيت شعلت الضو، مع دخلت للبيت شعلت الضو تلقاه في هذيك الوضعيه، شاده التليفون، شاده هذاك الشيء، تخلعات، ناضت، بقات كترعد، ما عرفتش ما تقول اش كدير، فقتي فقتي صافي، بقات تخرج في الهضره. راجل اخر كان ما عرفتش ما عرفتش كيفاش غيدير يتصرف. جلست معاها، قلت لها شوفي راه عندك مشكل كبير، مشكل كبير يقدر يتسبب لنا في واحد المضاعفات في المستقبل. انا عارف بلي كنتي كديري هادشي هذا حتى ملي كنتي معايا، حتى ملي كنا باقيين ما تزوجناش، واليومنا هذا راه عندك واحد المشكل كبير 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 بزاف. يعني هاد السيده هادي مشات في ديك الطريق وما بقاتش، انا كشخص يعني العضو كشخص ما بقاش كيعطيها داك المتعه ديالها اللي كتقلب على المتعه كتلقاها في داكشي. ولا عندها ادمان، وتعصبت وبقى فيا الحال، بدات تبكي، عنقاتني وبدات تبكي، كنت بدي اسمح ليا وانا ما صدقتش، وانا هادي وانا تندير هادشي، وانا ما غنزيدش طين بيلا. واخا تعصبت وبقى فيا الحال في ظروف اخرى بلا ما نقول هاد الكلمه هادي. ايوا صافي، صباح الصباح حيدت لها هذاك العجب، حيدت لها التليفون، جبتها حدايا. صباح الصباح عيطت للخدمه، قلت لهم راه نقدر نتعطل شويه. ديتها لعند واحد الطبيب. طبيب كاين اللي يقول لك لا كنت ديتي عند الطبيب وديك الهضره. ديتها عند واحد الطبيب اختصاصي في علاجات الادمان، وشرحت ليه شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين. والحمد لله الطبيب شنو نقول لك، داكشي اللي قال لنا الطبيب صدمنا بزاف. وقال لي شوفي من الاحسن تعمري قلبك بالدين، لان هذا الادمان اللي عندك نتيا ما عنده حتى شي علاقه بالمرض، ما عنده حتى شي علاقه. ما يمكنش انا نعطيك دواء ولا نعطيك هادي ولا نعطيك هادي. قال لها بنتي صلي وحاولي، حاولي انك تصومي، حاولي انك تصومي، وحاولي تبقي على وضوء اكبر وقت ممكن، وعمري وقتك بالدين وبقراءة القرآن وبالصلاة. هكا غتبعدي على داك الشيء، وغتبعدي على داك الادمان، وغتولي في واحد الصحة جيدة. وراه خصك تغلبي على هذا الشيء هذا بالدين والقرآن. ويا ريت انك تصومي الاثنين والخميس. راه شنو نقول لك، يعني تصومي الاثنين والخميس راه غتولي بخير عليك، بدون ادوية بدون والو. وفعلا دوزنا عام مور ما مشات للطبيب، بقات مداومه على داك الشيء. ووليت في الجمعه كنشدها من يديها، الا كنت جالس نهار الجمعه كنشدها من يديها ونمشيو للجامع، وليت مداوم معاها. وخديت لها غير واحد العظيم هو اللي خديته ليها. ويعني نقول لك الحمد لله دابا راه تبدلات الوضعيه 180 درجه. وغير بالدين، يعني ما كاينش ديك الادويه وداك سير الطبيب ولا سير هادي ولا سير هادي، مع احتراماتي كاع الاطباء. ولكن هذا المشكل هذا كيتعالج غير بالدين، بالقران والصلاه، وقلبك تعمر بالايمان، وكتثق في الله، وكتبعد على ديك الطريق وتبعدك عليها وتبعدك عليها حتى كتستقر في الطبيعه ديالك. كنشكركم بزاف على الاستماع، وكانت هذه قصتي مع مراتي.